مش كل حاجة المنافس بتاعك عملها لازم انت كمان تعملها. احيانا المراقبة بتاعتنا للمنافسين ومحاولتنا ان احنا نفضل تنافسيين وبنحاول ناخد بوزيشن كويس في السوق بتدفعنا ان احنا نقلد كل الاكتيفيتيز اللي المنافس بيعملها، ومش بناخد في الحسبان حاجتين. الحاجة الأولى إن طبيعة البيزنس بتاعي غير طبيعة البيزنس بتاعت المنافس. أحيانا عنده هو موارد تسمح له يعمل اكتيفيتيز في التسويق أنا ما أقدرش أعملها، وأحيانا أنا عندي قدرات هو لا يملكها تساعدني إن أنا آخد مكانة أحسن منه بكتير. الفكرة هنا إنك أنت تقرر إذا كان اللي المنافس عمله ده مناسب ليك أصلا ولا لأ قبل ما تقرر إنك أنت تنسخه. والسبب التاني ان المنافس نفسه ممكن يبقى غلط. ما هو المنافس بتاعك مش بالضروره الاكتيفيتيز بتاعته تكون صح، ممكن تكون دي خطوه هو عملها مش صح ومش مدروسه وهتؤدي بيه في الاخر ان هو يخسر كتير. فما تستعجلش انك تقلد المنافس، واعمل بس الاكتيفيتيز اللي تساعدك انك تحقق اهدافك او تساعدك انك انت تعمل اكسبيرمنتيشن على فكره جديده قد تكون هي الجروث انجن بتاعك بعدين.